السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشاق سكور ماتش المغرب من جميع أنحاء الوطن العربي، شكرا لدعمكم لقناتنا وشكرا لكم جزيل الشكر. إذا لا تبخلوا علينا بزر الاشتراك ولايك لهذا الفيديو. إذا أصدقائي صديقاتي، لقد فعلنا لايف ليلة الاثنين، يعني ليلة الأحد عفوا، وتحدثنا عن بروز وظهور لاعب جديد في قادم، يعني في غالب الأحيان في هذا الشهر، يعني بداية شهر 11 أو نهاية شهر 12. وها هي شركة الاف تي جي، يعني ترد على كلامنا ونحن نتكلم بالمصداقية. وها هو اللاعب الجديد كما تلاحظون. اللاعب الجديد يعني صراحة سوف يكون، هل سوف يقلب الحدث؟ هو هذا البطل، البطل أو باللغة الإنجليزية هيرو. هل ستيفيس سوف يكون قادر على ردغ الفوليبول، أم سيكون هذا اللاعب بمثابة يعني لاعب عادي يعني؟ ولكن لا نتمنى ذلك من شركة الاف تي جي. صراحة نريد هذا الهيرو أن يكون له يعني في الدفاع، ولا أظن أنه سيكون في الدفاع بقدر ما سيكون في الهجوم. وهذا البطل يعني بعد شهر سوف نرى خصائصه، لأنه لحد الآن لا يمكننا معرفة يعني تفاصيل هذا اللاعب. أظن يعني صراحة بعد شهر سوف نتكلم على هذا اللاعب وخصائصه ووظائفه، وكيف سوف نضعه في باقي التشكيلات. ولا تنسوا إخواني أخواتي، إن كنتم تريدون تنشيط بطاقة المرور أي سيزن باس، هذه هي أحلى وأجمل وقت لكي تعملوا هذا السيزن باس، ولكم تيشورت رائع صراحة. وإن شاء الله سوف نواصيكم ونوافيكم بأي تفصيل عن هذا اللاعب حين تصدر لنا معلومات جديدة. إلى هنا تنتهي حلقتنا، إلى اللقاء.